طنط فوزية. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية. أنا عمري ما آمنت بفكرة البيوت المسكونة لحد اللي حصل معايا يوم التلات اللي فات. الساعة كانت 3 الفجر والبيت مفيش صرصور ماشي. فجأة سمعت خبط منتظم جدا على باب الشقة. تات تات تات. قمت وأنا مستغرب، مين هيجي في وقت زي ده؟ بصيت من العين السحرية، لقيت جارتنا اللي ساكنة في الدور اللي فوقينا، طنط فوزية، كانت واقفة مدياني جنبها ومنزلها راسها في الأرض. فتحت الباب وقلت بلهفة: خير يا طنط فوزية، في حاجة حصلت؟ ما ردتش، فضلت بصة في الأرض ومدت إيدها ليا بكوباية مية وقالت بصوت ملوش ملامح: اشرب يا ابني، اشرب عشان تروي عطشك، أصل الجو حر قوي تحت في القبر. جسمي كله أشعر، ولسه هسألها: قبر إيه يا طنط؟ موبايلي رن في جيبي، طلعت الموبايل لقيته والدي، رديت وأنا عيني عليها، لقيته بيقول لي بصوت مخنوق من العياط: شد حيلك يا ابني، طنط فوزية جارتنا لسه ميتة حالا في المستشفى وأنا بخلص تصاريح الدفن. الدم نشف في عروقي، رفعت عيني عشان أشوف مين اللي قدامي، ما لقيتش حد، الممر كان فاضي تماما والباب مقفول. بصيت في إيدي اللي كنت ماسك بيها الكوباية، لقيتني ماسك شوية تراب مبلول، وريحة المكان فجأة قلبت ريحة تراب.